اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي، عاملين ايه النهارده هنعمل كفتة الرز زي ما انتوا شفتوا معانا كده الطريقة. هندخل بقى على المقادير. هنا معانا هنعملها النهارده بصدر فرخة، جربوها بالفراخ هتعجبكم قوي. هنا الرز، عاملين الرز ايه دقيق. بحط رز في المية وبعدين باخده اطحنه. بعد ما نشفه كويس اطحنه في المطحنة. هنا اللي حطينا الفراخ الاول، معانا نص بصلايه، ومعانا كام فص توم، ومعانا حته قطعه فلفله صغيره، ومعانا الكزبره بتاعتنا، الخضار يعني. هنحط كل ده نضربه مع بعض، وبعدين هنحط الدقيق اللي هو بتاع الرز. اهم حاجه تطحني الرز عشان تطلع معاكي الكفته ناعمه. تمام. عايزين الاول قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا نصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، وتشجعوني باللايك والاشتراك في القناة علشان كل ما انزل فيديو جديد تتفرجوا عليه. الفيديو بتاعنا النهاردة خفيف ان شاء الله على قلبكم. كفتة الرز تعمليها سهلة جدا في البيت، وحلوة يعني بالدمعة، وسهلة وبسيطة وما خدتش معنا اي حاجة. تمام يا حبايب قلبي، زي ما وريتكم حطيت كمون وفلفل اسود وكزبرة وملح، وحطيت البصل والثوم، وحطيت فلفل اخضر، وحطيت الخضرة اللي هي كزبرة، وحطيت الفراخ بتاعتنا. انت زي ما انت عايزاها، دي الطريقة بالظبط. عايزة تعمليها بالفراخ، عايزة تعمليها باللحمة، هو تغيير يعني، والموجود اعملي بيه. هنا ضربتهم بوريهم لكم ناعم. وبعدين هنزل بالرز بتاعنا. الرز ده انا نقعته من بالليل في المية، وبعد ما نقعته حطيته على فوطة ونشفته كويس، وبعدين ضربته في المطحنة اللي هي بتاعت التوابل، علشان يكون معايا دقيق الرز كده، وتطلع معانا الكفتة ناعمة ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كوباية الرز قطعت معانا بسم الله ما شاء الله. الكمية دي زي ما انتوا شايفين يعني، توكل بسم الله ما شاء الله عيلة. اهو كوباية رز ونص صدر فرخة، وحاجات من البيت موجودة عندنا كلنا، وتعمل لك الأكلة دي بسم الله ما شاء الله. هنا هنحمر الكفتة الأول. أنا حطيت شوية زيت في إيدي وصبعت الكفتة كلها، ما خدتش معايا وقت زي ما انتوا شايفين، 10 دقايق وخلصت معانا. عايزة تغيري الفراخ تحطي لحمة، ماشي، كله شغال. عايزة تعمليها بالفراخ، في ناس بتحبها بالفراخ وناس كمان بتحبها باللحمة، انت اللي يريحك اعمليه، والموجود برضو عندك اعمليه، ما توقفيش نفسك. تمام يا حبيبة قلبي، زي ما انتوا شايفين كده هحمر الكفتة كلها، وارجع لكم نعمل الصلصة بتاعة الكفتة. سهلة وبسيطة وما خدتش معانا وقت، وبالهنا والشفا. جربوا الوصفة هتعجبكم ان شاء الله. اي حد عنده كبة في البيت يعمل الكفتة في البيت، ونظيفة زي ما انتوا شايفين، غسلة الحاجة كويس ومنظفة الدنيا بتاعتك ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. هنا كنت محمرة البصلة، هنزل بقى بالطماطم. عملت الطماطم في الخلاط ونزلت عليها، وهنزل معلقة سكر صغيرة علشان حموضة الطماطم. زي ما انتوا شايفين، بالهنا والشفا يا رب. يا رب الفيديو بتاعنا النهاردة هو خفيف على قلبكم، وتحبوه وتحبوا الوصفة بتاعتي وتجربوها ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا خلاص انا خلصت تحمير الكفتة، خدت معايا مرتين زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. اكله كانت بسيطه وخفيفه، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. تمام يا حبايب قلبي. خلاص بقى هجيب الحله بتاعت الصلصه قدامي علشان اوريكم. هنا خلاص هوريكم واحده من اللي كانت بردت. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين طريه من جوه جدا، مش ناشفه ولا حاجه، وتتغمس بالعيش تاكليها مع الرز. انت زي ما انت عايز. انا بحبها كده باكلها كده يعني بالعيش. تمام يا حبايب قلبي. الصلصه كانت اتخدعت معانا زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى بالكفته بتاعتنا ونسيبها تاخد غلوتين، ونطلعها بالهنا والشفا. جربوا الوصفه النهارده هتعجبكم.
او تغيير بدل اللحمة والفراخ. حاجة كده ايه بسيطة وموجودة في البيت، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايب قلبي ان شاء الله. تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين خدت غلوتين معانا. زي ما انتوا شايفين لو عايزت منك معلقتين شوربة حطي لها كبشتين شوربة او حبة مية سخنين، وبالهنا والشفا. زي ما انتوا شايفين كده هنقدمها. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ما خدتش معانا وقت ولا اي حاجة. بالهنا والشفا، جربوها ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير يا حبايب قلبي. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك وتفعلوا الجرس، ومع السلامة يا حبايب قلبي.